طرحت نفس الكلام عن التسويق، وانا كنت اقصد نفس الكلام، وحضرتك خدت نص عندك في الورق، وبعدين قلت لك وهذا ما ابغيه، ان ننتج ما نستطيع ان نسوقه، لا ان نسوق ما نستطيع ان ننتجه. هذه قضيه متفقين عليها، ولدينا الآلية لهذا، ولا ادعي فخرا ولا شرفا انني تقدمت بهذه الآلية للدكتور يوسف وائل في فتره من الفترات، ورد علي بان هذا الذي تطبخه ليس جديدا، وهو مطبق في المملكه المتحده واسرائيل واسبانيا ومعظم الدول، وفي مشاريع كتير قوي بتتعمل في مصر لا ترقى الى اهميه هذا المشروع الذي هو في الاصل مرتبط بالجزئيه اللي حضرتك ضغطت عليها وبتتكلم دلوقتي، المعلومات والشفافيه والتداول السهل للمعلومات. اين هي جمعيه المنتجين؟ باشمهندس مصطفى الصياد في فتره من الفترات اختلفت انا وهو حينما جاءته طلبات من القاهره لعمل جمعيات للتسويق. فقلت له يا باشمهندس كيف نفعل ونقيم جمعيات للتسويق وليس لدينا جمعيات الانتاج؟ ننتج اولا، جمعيات الانتاج تظبط اولا، نعرف من هو المنتج وما هي مساهمته في جمعيه المنتجين وما هو دور انا مرشد زراعي. الزراعه جامعه اسكندريه قسم ارشاد زراعي، وقسم ارشاد الزراعه جامعه الاسكندريه صوره بالكربون نقلت من عشرات السنين من 20 30 40 سنه عن الارشاد الزراعي في امريكا الذي اقام النهضه الزراعيه التي بنيت عليها النهضه الصناعيه وصارت عليها امريكا قويه. الارشاد الزراعي سر من اسرار النجاح الزراعي، ومصر بدون زراعه مش هتكون مصر. النقطه الثانيه، اذا كانت لدينا بعض الافكار بعض الافكار نريد ان نصل بها الى عنان السماء، الى من بيده القرار، ماذا نفعل؟ وقد تكون افكار مجنونه، قد تكون افكار تبدو للوهله في الاولى غير واقعيه، قد تكون افكار سيئه ولا تصلح، ولكن ينبغي ان نناقشنا احد. تحدثت الى سيادتك بره وقلت نحن بصدد تاليف حزب اسمه حد يسمعنا. لا هو كفايه ولا هو حزب الغزو ولا هي معارضه ولا هي شيء، نحن نحب هذه البلد ونريد ان تكون هذه البلد احسن بلد، ولكن لا ندري ما هو السبب. أرجو من حضرتك يعني ما تكونش طويل.